والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أما بعد، احنا بنتكلم في تفسير أو نشرح معاني سورة الفاتحة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالبسملة وهي الآية على عمد رب النبي يوم أن الفاتحة. نعم التمويل ليست آية بعد الصلاة والسلام على رسول الله. وقلنا أن معناها الاستعانة بالله على كل فعل. معنى بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا وصينا صفة الرحمن الرحيم لله أن هذه الصفة يحتاجها كل عبد في كل فعل. كل فعل إلا من يكون فيه رحمة فسينقلب إلى غير فعل. فالأول أن تطلب من الله فيه الرحمة. وبدأنا نقول الحمد لله رب العالمين. كذلك فيها بالك السماء أو أسماء أفرح. الحمد قلنا ان هو اعتراف بالله بالقول، والحمد يكون بالقول وبالنية. اعتراف بالله بالنعمة وهو لفظ من الفاظ ذكر الله. يعني كلمة الحمد لله هذه مش اعتراف بس، لا ده لفظ من الفاظها الذكر ومن الكلمات التي وصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص عملنا قلنا حديث ايه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين قال رب العالمين ما قالش إله العالمين ليه؟ لأن الرب هو الذي يربي العبد في نعمته، وأنت بتعترف بالنعمة. أنت بتبدأ نقاشك مع ربنا في هذه الصورة باعتراف منك أنه صاحب النعمة عليك. فطالما هو صاحب النعمة شوف أنت عايز منه إيه؟ النهارده نتكلم بقى إيه؟ بس عايزين جلسة كده لله. واعلموا شيء إن الجلوس في المسجد والاستماع إلى آيات الله هي دي الغاية الرئيسية بصلاة التراويح، اللي هو طبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فاحنا هنحاول ايه النهارده نقف امام قول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. في الفاظ في القران كثيره احنا مش فاهمين معناها. ليه مش فاهمين معناها؟ اما لسببين. لسبب ان الكلمه في الوقت الحالي بتستعمل بمعنى غير اللي كانت عليه وقت ما نزل القران. ادي واحد. يعني مثلا كلمه ظن كلنا بناخدها من ناحيه الشك فلم بيظن يا اخي ظن حلو، انما الاصل في اللغه انها تيقن. يعني اصل الكلمه ظن في اللغه العربيه في الاصل وقت نزول القران كان اهم معنى فيها انها تيقن. وذلك المولى يقول ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يعني متاكدين ما بيشكون. لو ظن بمعنى شك زي ما احنا فاهمينها يبقى كان ده اتهام بيشكوا في لقاء الله، لكن ظن بمعنى ايه؟ تاكد. عشان كده لازم نفهم كل كلمه وقت نزول القران كان معناها ايه عشان نفهم قصد ربنا ايه. فهو بيقول اياك نعبد. اياك نعبد يعني ايه عباده؟ يعني ايه عباده الاول؟ العباده بعض الناس زي ما احنا فاهمينها اللي هي تصلي ونصوم ونزكي لا، دي مش عباده، دي صور العباده. طب العباده يعني ايه في اللغه العربيه؟ العباده بمعنى الطاعه. خلاص العباده بمعنى الطاعه، عبد بمعنى اطاع. ولذلك لها وصفين. منها ياتي عبد وعابد. عبد يجمع على عبيد وعابد يجمع على عباد. راح ركز كده وصلى وسلم على رسول الله. عشان كده العبد بقى مطيع. العبد لا يبقى كان نقول له اياك نعبد اياك نطيع. اياك مش واحد يقول اياك نعبد يعني اياك نصلي اياك نصوم واياك نذاكر. لا، انت تقول انك اطيعك يا رب. بعد ما تعلن الطاعه شوف هو عايز منك ايه تطيعه فيه. يبقى نعبد بمعنى ايه؟ نطيع. يبقى اياك بمعنى كان بقول له اياك نطيع. الكلام اللي بنبهه دلوقتي ان انا عندي كل منا عبد لله، لكن ليس كل منا عابد لله. في فرق بين عبد وعابد. ليه؟ لان حتى اللغه العربيه لما بيجمعوا كلمه عبد بتجمع على كلمه عبيد. عبد جمع ايه؟ عبيد. طب عابد جمع عباد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. انما تاني عشان ناخد بالنا لان هقول معلومه دلوقتي. يبقى كلمه العباده طالع منها لفظين، منها عبد بمعنى طائع، من عبد لله. فكلنا عباد لاننا ليس لنا يد في ميلادنا وليس لنا يد في وفاتنا وليس لنا في قدرنا، فاحنا مطيعين غصب عنا في دول. يبقى انت عبد فين؟ في طاعتك لله، فانك لم تختار ميعاد ميلادك.
غصب عنك اتولدت مالكش يد فيه. ولم تختار قدرا فانت فيها عبد برضه موضوع غصب عنك، انت عبد غصب عنك. ولم تختار ايه في تاريخ وفاتك، فهذه الامور فرضها الله عليك فانت فيها عبد. لكن ربنا اعطاك حريه ان تكون عابد، فجاب لك طاعات تطيع ولا ما تطيعهوش. فان اطعت الله صرت عابدا، وان لم تطع الله صرت عبدا عاصيا. يبقى صلي بقى على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا عباد لله، لكن قد يكون منا عبد عاصي وقد يكون منا عبد عابد. عبد عاصي ايه؟ عندك النوع عبد عابد اللي هو التزم بطاعه الله فنفذ اوامر الله واجتنب نواهي الله، يبقى ده عبد عابد. عبد ايه؟ يعني ملتزم. وفي عبد عاصي هو لله والله متحكم في ارزاقه ومتحكم في كذا ومتحكم في كذا، بس هو لم يطع الله فاصبح عاصيا. يبقى ساعه ما اقول اياك نعبد يعني ايه بقى؟ صلوا من على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معناها اياك نطيع، اياك ايه؟ نطيع. طب قلنا له اياك نطيع ليه ما قلنالوش نعبده؟ امسك كده لغويه صغيره عندنا الجماعه لما بندرسها لاولادنا بعد صلاه السبع صلاه الله. ليه؟ تقديم المفعول به اختصاص العباده لله وحده. ليه؟ لان لو تاخر هقول لكم ازاي. هقول لك اياك اكرم، يبقى القعده بتقول عشان خاطرك انت بس. انما لما اقول اكرمك قابل للكلام ان يعطف عليه، واكرم احمد واكرم علي فهنا قدم المفعول به حتى تختص العباده لله وحده، ولا تاتي العباده لغير الله. عشان كده ربنا قال ايه بعد الصلاه والسلام على رسول الله؟ ربنا قال ايه؟ قال انتوا محتاجين تعبدوا الله، انت اللي محتاج. يعني انت لو دورت على الحقيقه مين اللي محتاج يعبد؟ انت. لان ربنا لن يفيده عبادته، انت اللي محتاج تكون فين؟ في عون الله وطالب العون منه. عشان كده كمان شويه هتطلب منه الاستعانه. هتطلب منه ايه؟ يبقى انت الاولانيه بتقول له اياك اطيع واياك استعين. طب انا محتاج العباده ليه؟ قال لك عشان تفرق ما بين شيئين. في ناس كتيره بدات تعمل الهه، اعمل يا عم ده وشويه الملاحيه. هتبقوا معايا؟ انا بقولها واضحه. ليسوا لا يفقهون في الامر شيء ولا عارفين حاجه، هو عايز بس ما يبقاش له حد يحكمه. زي ما ربنا قال اتخذ الهه وهواه، عايز الهه على مزاجه هو، كل حاجه يعملها يقول له لا. وخلي بالكم انا بعدين هو الالحاد هيئه في العالم وبتدعمها اموال طائله زي البحوث العلميه بالظبط. يعني زي مؤسسه الفضاء اللي موجوده في امريكا، في مؤسسه الحاديه موجوده في امريكا وانتشرت بعد 11 سنه وموجوده وبتدعمها رؤوس الاموال عشان ينشروا الالحاد في العالم. مش الالحاد بس، ويقصدوا نوع من انواع الشذوذ لدرجه انهم بيطالبوا بعض الدول انها تسيب الرجاله تتجوز بعضها والنساء تتجوز بعضها. في ايه؟ ويقول لك بدعوى الحريات. قول له لا، في قيد قيدها الله. ده بقى اسمه اللي اتخذ الهه، عايز الهه على مزاجه هو، مش عايز اله يحكم. عشان كده ربنا يقول ايه؟ يقول تعالوا بس كده شوف ربنا حكمنا بالعقل. قالوا خلينا نقول انه ده اله العجل، ده اله مش عارف ايه. قالوا ماشي انت حر، بس هات الالهه بتاعتك دي كده وشوف هتعمل ايه. الاله اللي كلامه يمشي هو الاله. طب اللي كلامه ما يمشيش ما ينفعش اله. هو يعني في اله ينفع يتصلب ولا يتعلق وتشيل حتى ولو كان الاله ده ضعيف اللي يسيب ابنه كلامه. ولذلك انا ليا بيتين شعر كده قلت وانا في الصبر: عجبت لمن قالوا ان المسيح ابن الله ثم زاد عهد بانهم قالوا صلبوه، فان كان ابن الله فاين ابوه حين صلبوه؟ فين الاحوال تسيب ابنه وتبع خدك معايا؟ يبقى خلاص القول ساعه ما اقول له اياك نعبد نفرد لك العباده. ولذلك ربنا يقول ايه؟ اذا لذهب كل اله لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. ليه لفسدتا؟ قال لك بس كل واحد منهم يعمل راجل على الثاني ويشوف كلام الاله نقول له يمشي. احنا عندنا 10 15 اله، مين اللي كلامه هيمشي؟ طب اللي كلامه يمشي هو اللي لا. قال لك ولعلى بعضهم على بعض ليه؟ وكل واحد منهم يتكبر على الثاني. والمشكله بقى مش في كده، لو جاوا اختلفوا في عبد الله ده لا ده انا عايزه فين وواحد عايزه في ثاني. طب يعملوا ايه الالهه لما يختلفوا في عبد الله عايزه في كده او عايزه فين؟ طب لو اختلفوا في شيء واحد افسدوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بيقول لك اعرف ان معبودك هو الله فقط، مفيش غيره. ليه؟ لان هيجي وقت انت تعبد حاجه غير الله. اعبد حاجه غير الله؟ قال لك
قد تعبد، قد تطيع شيئا غير يعني. احنا دلوقتي كلمه نعبد معنى ايه؟ طاعه. مش معنى ايه؟ نعبد ايه؟ طاعه. ولذلك كعب بن مالك كان جالس ساعه ما نزل قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الايه دي لما نزل فقال له النبي، قال له يا رسول الله، كان راهب هو كان فقال له يا رسول الله بس ما كانوش بيعبدوهم، انهم لم يعبدوهم يا رسول الله. فكانت معاه قال له لكنهم لم يعبدوهم. قال ولكنهم كانوا يأتمرون بأمرهم، فإن عبدوهم من قبيل الطاعة، فإذا أمروهم اتمروا وإذا نهوهم انتهوا. وأخذ إيه؟ وخلي بالكم أنا عندي في مقولة كده في الوضع 14 من إنجيل لوقا بيقول إيه؟ ألا إنكم ألا إنكم في رباط إلى يوم القيامة فما أحللتوه وهو محلول الأرض وما حررتوه، يعني سموا حرية التحليل والتحريم. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا المسيح عيسى بن مريم، صلى الله على موسى، صلى الله على كل الأنبياء والرسل. يبقى خلاص القول احنا بنعبد مين؟ ساعة إياك نعبد، بنفرد العبادة لله، فنختص بالله، فنعليه على كل إله سواه، ونعليه على أي رغبة نطيعها غيره. ساعة ما تبقى كده يبقى لك وش ولك عين تطلب من الله الاستعانة. عشان كده قدم العبادة على ايه؟ على الاستعانة. ليه؟ بالراحة برضه في لحظات. قال لأن لما الإنسان يكون عبد وسلم أمره لله وعابد أطاع، يقول لك يبقى مين اللي تكفل برعايته؟ خليني أنا بقى كده بقى راجل ماشي كده عسكري مطيع وبتاع، أصبح المسؤول عن الضابط بتاعك. سمع كلامه أو صار المسؤول عن القائد بتاعك. قال لك عندما تعلن العبودية لله الخالصة وجبت لك أن تطلب منه الاستعانة لأنك تستعين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم الله، وأن نصحح عقيدتنا من الفساد، أن نصححها تصحيحا يرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، وندعوه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يتقبل منا الصيام والقيام ويجعلنا من عباده الصالحين. قوموا إلى الصلاة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.